ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يفضل كده تمام؟ ماشي. من 4 شهور كنت نزلت لكم فيديو على اليوتيوب بعنوان رعايه البيض وازاي تحافظ على البيض لو عليه فضلات. تمام، يعني ازاي تنظف البيض لو عليه فضلات عشان الجنين اللي جوه البيض ما يموتش. وده الفيديو زي ما انتم شايفين. نص البيضه عايم فوق الميه. هنيجي البيضه سليمه، الوساخه دي بتعمل قشره تقيله. وقلنا التنظيف بوقت الحر. الحاجات اللي هنستخدمها طبعا زي ما شفتوا الفيديو وصل ل 27,000 مشاهده. تمام، لما جيت قريت التعليقات لقيت اكتر تعليقات كتيره ذكيه غريبه. مهم هنقرا التعليقات دلوقتي وهقول لكم التعليقات شكلها ايه وهرد عليكم على التعليقات. طبعا انا جيت قريت كل التعليقات وطلعت شويه اسئله كده اللي الناس مجتمعين عليها، الناس سايبين الفيديو مجتمعين عليها. اول سؤال: الميه هتدخل من مسام البيض وتموت الجنين. الميه هتنقل فيروسات للجنين. الميه دي احنا هرد عليكم دلوقتي. طبعا قبل ما ارد على الاسئله كلها اللي انا قريتها، تمام، شوفوا الفيديو ده، شوفوا الفيديو اللي هيجي دلوقتي، تمام، وهرجع ارد عليكم برد مقنع. تمام. زي ما شفتوا كده انا غسلت البيض كله بفرشة سنان تحت مية، والحمد لله زي ما انتوا شايفين كده البيض كله فقس وشفتوا الزغاليل. دلوقتي انا هرد على اكتر الاسئله اللي مكتوبه في الكومنتات تحت الفيديو، هرد عليها رد مقنع. تمام. اول سؤال اتسال لي وانا شفته كتير، اول سؤال واحد بيقول لي انت لو غسلت البيض بالميه الجنين هيبوظ. انا هقول لك على انسب وقت تغسل فيه البيض بالميه عشان الجنين ما يموتش. طبعا غسيل البيض بيكون في اخر فترات التحضير، يعني مثلا احنا عارفين ان الجوز بيقعد في الصيف 18 يوم تحضير وفي الشتاء حوالي 21 يوم، فاحنا بنيجي في الفترة الاخيرة من تحضير البيض بنغسل البيض. يعني
ما تبقاش مثلا النتايه بيضه اول بيضه بيضها النهارده فنغسل البيضه بالفرشه النهارده، لا، غسيل البيضه بالفرشه بيكون اخر فترات التحضير. تمام. نسأل بقى، شفته واحد بيقول لي انت لو غسلت البيضه بميه لو فيها جنين هيموت. انا هقول لك اول حاجه، لما تيجي تغسل البيضه بتخلي البيضه في ايدك من جوه، ما بتحطهاش تحت الميه على طول، وبتغسلها بميه لا هي ساقعه ولا هي سخنه. طبعا كمان انا سايب لكم الرابط بتاع الفيديو القديم في صندوق الوصف، وفي معلومات مهمه بخصوص لو انت لقيت البيض بايظ عندك ليه فوائد، يعني انت ممكن تستخدم البيض البايظ ده في حاجات تانية كتير، فممكن تشوف الفيديو تحت. يا ريت كل واحد بقى يشوف الفيديو، تمام، يكتب لي في تعليق هو بيشوفه من اي دولة، ويكتب لي اسم عصفور البادج ده عندهم في الدولة بتاعتهم بيقولوا عليه ايه. تمام. وما تنسوش لايك للفيديو، ويا ريت تعملوا مشاركة للفيديو على الفيسبوك. سلام. اسيبكم بقى في الاخر كده مع اخر فيديو للعصافير اللي البيض بتاعها كان عليه فضلات، وشوفوا بقى يعني حجمها عامل ازاي وصحتها عامله ازاي.